الرزق ده فيه كميات وفيه أشياء، وفي رزق تاني اسمه رزق الرضا والاكتفاء. لو ربطت الكميات والأشياء اللي عندك بامتثالك لأمر ربنا وطاعتك هيحصل لك شتات كبير قوي. يعني إيه؟ يعني أنا لو قطعت ربنا سبحانه وتعالى بقيت بصلي وبقيت إنسان صادق ومجتهد، هيجيلي كميات معينة وأشياء معينة، ممكن وممكن لأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني من اخر فيديو. النهاردة بقى هنعمل شوية افكار كده للتوفير خطيرة. كل يوم الولاد يصحوا الصبح عاوزين ياكلوا حاجة خفيفة، عاوزين ياكلوا بسكوت، فلا بقى مش كل يوم هنجيب ب20 جنيه بسكوت، طبعا دي ميزانية لوحدها. فقلت لا، هنعمل حاجة تنفع للفطار. زهقنا من الكيك شوية فعاوزين نكسر الروتين، فهنعمل حاجة مختلفة النهاردة. تمام. كمان مش هنجيب بقى النهاردة اي حاجة من بره، حتى الشيبسي هعمله في البيت تحفة. يعني عايزه اقول لكم احلى من بره، لو عملتوه بطريقتي مش هتشتروه من بره تاني ابدا. شوفوا بقى الفيديو للاخر عشان ضروري تشوفوا طريقه الشيبسي. كمان بقى هنبدا اول حاجه دلوقتي بالغدا. طبعا صحينا الصبح، فطرت انا والولاد حاجه بسيطه كده. وبعد كده بقى بدات ان انا اجهز الغدا بسرعه بسرعه قبل الكهرباء ما تقطع. فكان عندي 4 قطع بانيه ربع كيلو بالظبط، قلت هعمل بيهم بقى غدا النهارده. فبدات اجيب البانيه بتاعي ده واقطعه شرايح صغيره، خلاص مش عايزين الشرايح تكون كبيرة عشان نعرف نستفيد منه كويس. فبدأت ان انا اقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وهنتبله بقى بتتبيله حلوه قوي وسهله وبسيطه جدا. احنا اتفقنا مش هنضيع فلوسنا في البهارات ونجيب 100 نوع. فانا يا دوب حطيت لا، الملح مش بحطه غير بعد التسويه. حطيت فلفل اسود، والبهارات بتاعي الستة اللي انا بعملها في البيت موجوده عندكم في فيديوهات قبل كده كتير، وحاجه بسيطه خالص من الكاري، وشويه بابريكا صغيرين. عايزه اقول لكم الكاري والبابريكا دول والجنزبيل وشويه جنزبيل انا بحطهم في التلاجة بيقعدوا عندي بالسنه، لاني مش بستخدمهم غير حاجات بسيطه خالص في التتبيله. وما كانش عندي زبادي، فمش هشتري علبه زبادي ب10 جنيه عشان اعمل اكله يعني واتبل. فاخدت 5 معالق لبن وتبلت بيهم الخليط بتاعي مع معلقتين من الزيت. وقطعت بقى شويه خضار كده، بصل وطماطم، وكان عندي فلفل الوان في الفريزر من رمضان، طلعت منه شويه كده. وبعدين رحت على البوتاجاز، سخنت طاسه كويس جدا وفيها كده معلقتين 3 من الزيت، وبدات انزل بشرايح الشاورما او الطريقه الاصليه. دي مش شاورما، دي بيقولوا عليها فاهيتا، عشان بس ما حدش يقول انتي بتعملي معرفش ايه. والله يا جماعه طعمها احلى مليون مره من الشاورما اللي بنجيبها من المحلات، بجد فاهيتا بقى شاورما. المهم ان الطريقه دي طعمها حلو قوي. فنزلت مره واحده بالشاورما بتاعي او بشرايح الفراخ بتاعتي، علشان الكميه مش كبيره. لو عامله كميه كبيره ما ينفعش تنزلي بيها مره واحده، تمام، علشان لازم تاخد صدمه كويس عشان ما تطلعش ميتها، عشان الفراخ ما تفقدش ميتها وتفضل طريه وطعمها حلو كده. بعد ما لقيتها خلاص بتتحرك شوحتها وسبتها على جنب كده، وبدات انزل بقى بالبصل، اديته كده تشويحه، وبعدين الفلفل الالوان والطماطم اخر حاجه. ليه انا مش بقلب الخضار مع الفراخ؟ عشان عندي ابني الولد مش بيحب خالص الخضار مع الاكل يعني، تمام، فمش عايز طماطم بقى ولا اي حاجه. بصراحه هو مفيد جدا ومغذي، بس انا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده. فبسيبها بقى، ولما باجي اعمل السندوتشات بعمل سندوتش هو الاول مثلا، وبعد كده الباقي بقى بحط بقى شويه من الفراخ مع شويه من الخضار. فبقى بجيب العيش السوري ده بحطه في الفريزر، ووقت ما بحتاجه بطلعه. هو الكيس فيه 4 أرغفة بس، وانا اصلا عايزه اعمل 4 أرغفة بس. ال4 قطع بانيه هيعملوا لي 4 ترغفة حلوين جدا. ليه بقى؟ لان احنا هنزوده زي ما هنشوف كده. انا حطيت شويه كده من الشاورما، وبعدين عندي بقى الصوصات دي اللي انا بجيبها وبتقعد معايا بال4 شهور وال5 شهور، فمش تكلفه ماديه عليها خالص. في شهر مثلا بكون في عندي مش هحتاج منظفات كتير او كده، بجيب دي. شهر مش هجيب فيه توابل كده يعني، فاهمين؟ طبعا بنقسم يعني نظامنا بحيث ان مش ابص الاقي شهر معين انا جايبه فيه كل حاجه وشهور تانية انا ما جبتش حاجه. ولو ده حصل بكون كسره من الشهر ده مثلا 100 جنيه 50 جنيه عشان اجمعهم في الشهور اللي بعد كده، واجيب الحاجات اللي انا عارفه ان انا هحتاجها بعد كده. المهم السندوتش بحط فيه كده معلقه توميه ومعلقه كاتشب ومعلقه من الموتزاريلا، وبقيه السندوتشات بقى بحط فيها كمان مع الفراخ خضار. جهزتهم كلهم ورصيتهم في الجريل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
وهغطي عليهم بقى عشان يتحمصوا كويس جدا، والجبنه تسيح كده والطعم يتداخل ما بين الفراخ والخضار والجبنه والصوصات، واسيبهم بقى ايه يتحمصوا من الاربع جهات. خلاص قلت هعمل ايه بقى، هقشر شويه بطاطس. كان عندي 4 بطاطسات، هعمل منهم شويه بطاطس محمره وشويه شيبسي، عشان اليوم ده انا قلت مش هنشتري اي حاجه من بره خالص، ولا حتى مصروف للولاد ولا اي حاجه. فبصراحه لما بعمل لهم الشيبسي في البيت بيفرحوا جدا وبيعجبهم اكتر من الشيبسي اللي بره، لان الشيبسي بره دايما بتلاقي الكيس فيه يجي نصه بايظ وبيترمى، انما اللي انا بعمله في البيت طبعا زي الفل، بطاطس زي الفل مش بيطلع بايظ خالص. اخدت كده زي ما شفتوا الحاجات، هتشوفوا دلوقتي القطعة كده من البطاطس اللي هي بتبقى في اخر الواحدة، مش عارفة ان انا اعملها بالمقشرة دي، اقطعها صوابع واقليها واحطها جنب الغدا، والشيبسي ده بقى هيكون مع العشاء. تمام. فانا بصوا مستخدمه ايه، ولا كيتشن ولا اي حاجه، ولا قطعه مخصوصه للشيبسي. بصوا القطعه دي عندنا في كل البيوت، كان سعرها 5 جنيه يعني، وموجوده في كل البيوت. بعمل بالناحيه بتاع الشيبسي دي وبتطلع تحفه. لو حتى ما عندناش القطاعه، فقلت اوريكم كده ان احنا نعمل بالسكينه بالراحه خالص، هنلاقيها بتطلع معانا سهله جدا برضو. شريحه شيبسي وزي الفل. هتغلبنا شويه، هتاخد وقت اطول، بس مش مشكله يعني. احنا بنعمل للولاد كل حاجه في البيت، ويوم توفير، وحابه اقول لكم حتى وفرنا المصروف في اليوم ده. القطعه بقى اللي في الاخر اللي اتبقت دي، علشان ايدي ما تتعورش وانا بعملها من المقشره، فقطعتها هستخدمها صوابع، وهعملها جنب الاكل كده. بطاطس كده بالصوصات برضو بيشتروها من بره غاليه جدا، فبعملها لهم في البيت بقى برضو بيفرحوا بيها قوي. هبدأ بقى ان انا اعمل كل كمية البطاطس بتاعي، بس ثبت كده المقشرة في طبق، وبدأت اعمل عشان ما تزهقنيش واعمل بسرعة. وخلاص اتعملوا في ثواني، وعملت الكميه اللي انا عايزاها شيبسي، والباقي قطعته زي ما قلت لكم بطاطس عشان نستخدمها في اليوم ده جنب الغدا، عشان ال4 سندوتشات مش كفايه، احنا 4 افراد. طبعا ساعات لما بعمل الاكل ده بيبقى باقي عندي اصلا حاجه في التلاجة بطلعها عشان باباهم او كده، لكن احنا بالنسبه لنا السندوتش مع شويه البطاطس بيكفينا. بس طبعا احنا عارفين الرجاله بتتعب وبيشتغلوا كتير، ربنا يعينهم يا رب ويرزقهم، فبيبقوا محتاجين غذاء اكتر شويه. والولاد عندي يعني عايزه اقول لكم البنوته مش بتكمل حتى سندوتش، فانتوا بقى تكونوا عارفين الكميات وتعملوا اللي انتوا حابينه. خلاص بقى كان العيش السوري بتاعي او السندوتشات اتحمصت، فجيت اقطعها كده شرايح عشان زي المطاعم البوكسات اللي بتيجي دي. وبعدين قالوا لي لا يا ماما خلاص عادي خليها كده، فانا بحب اقطعه بالنص كده بحيث كل واحد ياخد النص وبعدين النص التاني. وكمان كنت عايزه اوريكم شكله من جوه ازاي جميل جدا بصراحه، وهقرب لكم عليه اكتر دلوقتي زوم. بصراحه خلطه رهيبه ما بين الخضار اللي انا عملته ده، اللي هو طماطم وبصل وفلفل الوان والصوصات والفراخ والموتزاريلا. الموتزاريلا بقى بتدي طعم رهيب. امتى بقى مش بحط موتزاريلا؟ لما بيكون عندي خس كابوتشا او كرومب او اي حاجه، ببدل بقى بشيل الموتزاريلا واحط. بس انا ما كانش عندي اي نوع خس خالص، فقلت خلاص هحط الموتزاريلا في اليوم ده. قليت بقى شويه البطاطس، لكن ما قليتش الشيبسي، قليت البطاطس وهبدا ان انا احط عليها كده شويه باربيكيو، شويه كاتشب، شويه مايونيز او توميه، اي حاجه اللي موجود، وهنقلب الصوصات في بعض. انا بس كنت نسيت احط بهارات البطاطس، وطبعا الولاد كلهم بيموتوا ببهارات البطاطس دي. انا بستخدم اللي هي بيبقى اسمها توابل الشرق، دي حلوه قوي، بجيبها من عند العطار برضو كيس صغنن كده، ولما يخلص نجيب تاني. او بقى ساعات لما ربنا بيبقى فارجها بجيب الكيس الكبير الربع كيلو واحطه في التلاجة، وبيكفيني بقى بالشهور يعني. المهم بحط الصوصات كلها وابدا ان انا اقلبها في البطاطس كده واقدمها بقى مع الاكل. مش عايزه اقول لكم خطيره. وبكده يبقى عملنا اول حاجه عندنا في اليوم بتاعنا، طبعا باستثناء الفطار. انا عندي الفطار ما يعتبرش وجبه اساسيه قوي، فعملنا كده اهم حاجه وهي الغدا. وده كان بسرعه بجهز كل حاجه قبل الكهرباء ما تقطع وبعد الكهرباء ما تيجي، لان الكهرباء عندي بتقطع من 3 ل5، فميعاد يعني اللي هو ميعاد الغدا بالنسبه لنا. فقلت خلاص بقى بجهز كل حاجه قبل 3، ويا دوب بس اول ما الكهرباء تيجي حمرت البطاطس، حمصت الحاجه اللي كانت موجوده، السندوتشات كانت موجوده في الجريل، حمصتها وحطينا وكلنا على 5:30 بنكون واكلين.
وكده اول حاجة عندي خلصت وخلصنا من وجبة الغدا الحمد لله، بألف هنا علينا وعليكم. بعدها بقى عاوزة اعمل حاجة هتنفع كسناك وتنفع عشاء وتنفع بقى الافطار كذا يوم بعد كده. فقلت بقى هعمل قرص مبسوسة، وكنت اول مرة اجربها بالطريقة دي، فعلا طلعت تحفة تحفة بجد. عايزة اقول لكم بقى مقرمشة من بره كده او فيها طبقة كريسبي كده من بره، وطرية وهشة جدا من جوه، فكانت حلوة خطيرة. جبت كيلو من الدقيق نخلته وحطيت عليه حاجة بسيطة خالص من الملح، وجبت بقى كوبايه ونص من السمنه، وكملت النص التاني بزيت. دي كانت ناعمه جدا، اللي بيحبها ناعمه ودايبه. لو عايزينها مش ناعمه قوي كده بقى هنشيل نص كوبايه من السمنه ونبقى نحط بدلها ميه او حليب. خلاص. وعملت نص كوبايه من الميه وحطيت عليها معلقه كبيره من الخميره و3 معالق من السكر، وقلبتهم كويس، حطيتهم على جنب. لما السمنه والزيت بتوعي سخنوا، نزلت مش عايزاهم يتقدحوا، انا يا دوب سخنتهم بس، نزلت بالكميه كلها وسبت ربع كوبايه على الدقيق، يعني نزلت كله على الدقيق وسبت ربع كوبايه بس، سبتها. حطيت عليها 3 معالق من السمنه من السمسم اقصد، معلش. حمصتهم على النار عشان السمسم ياخد لون حلو كده، ونزلت بقى بيهم فين؟ على الدقيق بتاعي. وبدات ان انا اقلب كده، خلاص بقى سبت المعلقه وبدات ان انا ابسها بايديا كويس جدا عشان هي اسمها قرص مبسوسه، لحد ما كل الدقيق يتغلف بالسمنه والزيت ده كويس جدا جدا، وتحسي ان كمان خلاص قربت تبقى عجينه، يعني تحسي انك ممكن تستخدميها او تبططيها كده. يعني كل ما نعجن اكتر او نبسها اكتر، كل ما تطلع معاكي نتيجتها ناجحه وحلوه قوي. نزلت اول حاجه بكميه الخميره كلها، وبعدين بقى جبت كوبايه من الحليب، مش هحطها كلها، هبدأ ان انا احطها شوية بشوية عشان على حسب نوع الدقيق. في دقيق ممكن ياخد منك كوباية، وفي دقيق ممكن ياخد منك لحد كوباية وربع او كوباية وتلت، فانا هنا اخد مني كوباية بالظبط. فضلت احط شويه بشويه لحد ما خد مني كوبايه الحليب بالظبط. انا كنت متخيله ان هو ممكن ياخد اكتر من كده شويه كمان، كنت مخليه جنبي الحله بتاع اللبن، بس ما احتاجتش اكتر من الكوبايه دي. غطيت عليها كده بس لحد ما، انا مش عايزاها تخمر، انا بس غطيت عليها لحد ما جهزت العجوه. كان عندي عجوه باقيه من رمضان اللي هي بتبقى فيها البذر، اللي هي البلح الطري، فصصتها ويا دوب دخلتها الميكرويف وطلعتها، حطيت عليها معلقه من الزبده وعجنتها كويس جدا. طبعا لو مفيش ميكرويف هنعجنها على النار على البوتاجاز في طاسه. انا الميكرويف دقيقتين بالظبط طلعت سخنه واتعجنت في ايدي في ثواني. هنا بس علشان قلت لحسن تكون خمرت ومش عايزاها تخمر مني قوي، فهبطت كده الخميره وبدات ان انا اخد قطعه كده من العجين واخدمها ما بين ايدي كويس جدا، وابدا بقى ان انا ابططها بالطريقه العاديه خالص بتاعتنا. الساده هنحطها في صينيه، والعجوه هنحطها في صينيه، لان دي هتاخد تسويه ودي هتاخد تسويه تانية. طبعا تعملوا الحجم اللي انتوا حابينه، اصغر من كده او اكبر من كده زي ما تحبوا. انا بعمل حجم وسط، لا هو صغير قوي ولا هو كبير، بس بقى معايا في الاخر كده 1 2 3 قسمتهم بحيث يبقى المقاسات يعني اخر 3 دول كانوا صغيرين بعد ما خلصت الكميه كلها. بس عايزه اقول لكم ما شاء الله عملت معايا 4 صواني محترمين. دي كده كانت الساده. هعمل معاكم واحده محشيه برضو بالعجوه. عاوزه اقول لكم بقى لما بنعمل العجوه في البيت بالطريقه دي بتبقى حلوه قوي وطريه جدا وما بتنشفش ابدا في حتى لو هتستخدموها في معمول او في قراقيش او اي حاجه. بالراحه كده برضو فردتها قدامي وبدات ان انا اخد معلقه من العجوه طريه جدا، فهفرد بالراحه كده وبعدين اقفل عليها بقى وارجع اظبطها. هتحسوا ان العجوه باينه شويه بس ما تخافوش، لما بتستوي خلاص بتبقى مظبوطه ومش مش بتطلع من العجين ولا اي حاجه. تقدروا تعملوها بنفس الطريقه اللي بنعمل بيها الكحك، وتاخدوا قطعه من العجين تفتحوها كده بصابعكم الابهام وتحطوا قطعه العجوه فيها او معلقه العجوه وتقفلوا عليها وبعدين تفردوها، يعني الطريقه اللي تحبوها. هعمل بقى انا باقي الكميه كلها واوريكم دلوقتي ما شاء الله طلعت معايا عامله ازاي، وايه اهم خطوه المفروض نعملها قبل ما ندخلها الفرن. لو لسه بتتفرجوا على الفيديو وصلتوا للجزء ده فانا فعلا عاوزه اشكركم واقول لكم انا بحبكم جدا وحقيقي ممتنه ليكم. طيب اهم حاجه بقى بعد ما نعمل الكميه بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفينها كده ما شاء الله كميه حلوه قوي،
ان احنا نبدا ان احنا نجيب شوكه او خله اسنان او اللي هي بتاعه عصايه الشيش طاووق، ونبدا ان احنا نخرمها بالراحه خالص كده، بحيث ان انا مش عايزاها تنتفخ زي القرص الطريه اللي هي القرص الفلاحي. خلاص، فضروري جدا ان احنا نخرمها بالطريقه اللي بقول لكم عليها دي علشان ما تنتفخش، فتاخد بقى القرمشه بتاعت بره وتفضل من جوه طريه جدا. اعملوا الخطوه دي وما تخافوش. طبعا هنسيبها تخمر شويه، لو احنا بطاقه في الشغل فخلاص هتكون خمرت، وخصوصا ان احنا دلوقتي في الصيف. لو احنا صراع في الشغل فياريت نسيبها تخمر شويه كده، يجي ساعه مثلا قبل ما نسويها. انا بقى بسويها ازاي؟ الفرن الغاز بتاعنا العادي خالص اللي في كل البيوت، بنجيب الرف ونحطه في النص بالظبط ما بين الشوايه وما بين الارضيه، واشغل الفرن على 170 درجه. لما تستوي من تحت وتاخد لون اشغل الشوايه وخلاص بقى كده اطفي لما تاخد اللون كمان الحلو من فوق. الساده هتاخد تقريبا من 20 ل 25 دقيقه، والمحشيه من 15 ل 20 دقيقه. اختي بقى جت من بره، قلت لها لا دوقي بقى وقولي لهم رايك. تحفه. مش عاوزه بقى اقول لكم انها قالت لي احلى 100 مره من اللي بنجيبها من افران، وافران مشهوره جدا وبتعملها انا كنت عمري بصراحه ما اكلتها من بره، بس من كتر ما سمعت عنها وقلت ان انا لا لازم اعملها. انا دايما بعمل يا اما الناشفه خالص اللي هي بتبقى زي القراقيش وكده بس كقرص، يا اما القرص بقى الطريه بتاعتنا الفلاحي. اول مره اجرب دي وفعلا عجبتني قوي قوي بصراحه، وهعملها تاني كتير يعني. جبنا بقى علبة وبدأت ان انا احطها كده فيها عشان تبقى جاهزة عندي. طبعا علبة محكمة الغلق، ووقت ما نعوز منها سواء مثلا كتحلية او كسناك او الصبح في الفطار فتبقى موجودة. بعد كده بقى الشيبسي بقى اللي كنا عملناه اخر اليوم بقى خالص، واحنا قاعدين بقى كده وعايزين ننقنق حاجه او نتعشى في اليوم ده. بصراحه كان عشانا من القرص دي مع شويه شاي، وعملنا شويه الشيبسي كده كسناك. لو ما كانش فيه قرص هقول لكم كنا هناكل الشيبسي ده بقى مع سندوتش جبنه وبرده زي الفل. بصوا بقى الشيبسي بعد كده صفيته من الميه خالص ونشفته كويس جدا جدا، يا تنشفيه في الميكروويف او الاير فراير او بفوطه، المهم لازم قبل ما ينزل في الميه ينشف كويس جدا. وبدات ان انا انزل فيه بزيت، يعني في الزيت يكون سخن جدا، واقلبه كده على الناحيتين لحد ما ياخد اللون الحلو ده. حاجه مهمه بقى نسيتها جدا اقولها لكم، بعد ما قطعنا الشيبسي انا نزلت بميه مغليه عليه وعليه شويه من الملح ويجي ربع كوبايه كده من الخل، خلاص، وسبته بقى طول اليوم لحد بالليل. وبعد كده بقى بالليل زي ما قلت لكم صفيته من الميه خالص ونشفته، وبعدين حمرناه وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ونحط عليه بقى اي توابل بطاطس بتحبوها. انا بس هسيبكم تسمعوا صوت القرمشه كده ومعلش على صوت الولاد. عاوزاكم بقى تقولوا لي رايكم في الشيبسي الحلو ده وفي الفيديو بتاع النهارده كله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني جدا. سلام عليكم.